السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي وحبايبي ونور عينيا؟ ربنا يكون بخاطركم ويديكم الصحة يا رب. طبعا انا فاصلة الثلاجة وشايلة الحاجات عندي كده زي ما انتم شايفين. وبصوا التلج بقى عشان عاملة كمية تلج، التلج كتير جدا. تلج ايه ده؟ بصوا مش قادرة اوصف لكم كيف ايه. غرقت لي كمان السجادة بس انا حطيتها بره تنشف وطلعت الحاجة بتاعتي كلها. فطبعا انا هغسلها بقى كده، هي هغسلها المرة دي وبعد كده ان شاء الله هغسلها امتى بقى باذن الله؟ في رمضان. في رمضان ايه؟ يوم الوقفة العيد ان شاء الله نغسلها. يلا بينا يا حبايبي. تعرفي بقى احنا هنصوم بكره؟ لا يا حبيبي لسه. لا يا ان شاء الله السحور يوم الجمعه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعله يا رب كله في نزلات حسناتنا يا رب العالمين ويوسعها عليكم. اما انت قلبه الدنيا كده ليه يا ام ادهم؟ انا بصوا يا حبايبي صور عيد اللي ادهم وما تهزش ايدك. بصوا يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا شايله الدنيا. طبعا هتقولي لي الدنيا تراب. بصوا الزباله طالعه من تحت، بصوا زباله كتير. ايه ده؟ طبعا الحاجات مش نظيفه. قررت ان انا اغسل بقى تحت الحاجات بقى وانضف تنظيفه رمضان. والسجاجيد هتتغسل طبعا امتى؟ هغسلها يوم الوقفه باذن الله. او لو عرفت ان شاء الله اجيب سجاجيد او اجيب سجاده جديده هنا صور عيد اليد. نص ضلمه بعد كده شويه. حاضر. ازاي؟ انت المفروض انت ما تصورنيش كده. تعالوا كده بصوا يا حبايبي. طبعا انا كنست وشلت السجاده اللي هنا وطلعت بلاوي تحت السرير ونفضت كل الخشب. وطبعا واد رحيم عرفني بالالعاب بتاعته فانا طبعا هشيلها له دلوقتي. لا ما هنشيلها عشان نكنسه ماشي. وننضف كده. وتعالوا بقى الاوضه الثانيه بتاعت ابويا والعيال. مش عارفه ادهم بيصور لكم عدل ولا لا. الصوب الضل اهو. طبعا بصوا كنستها فلسه هنسح ولسه هغرد من يعني. يلا بينا يا حبايب قلب ام ادم، ربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحه. واغسل بقى كل حاجه كده مع بعض. وانا ادم كان عايز ياكل فكان في رز وبطاطس على فكره سخنته لهم اهو. هما ياكلوا كده مؤقتا مع اعمل لهم اكل مع ما اخلص. فهم لسه واكلين زبادي واكلين بسكوت وكيكه واكلين حاجات ياما النهارده بالف هنا والشفا. فهو ادهم لسه جاي من الدرس قال لي ماما انا جعان. قلت له طب تعالى صورنا اللقطه دي. وطبعا زي ما انتم شايفين المواعين ربنا يعيني. بصوا بقى المواعين بصوا حاجات قد ايه. بصوا كمان كانوا واكلين بسكويت وزبادي. الصوب اتضلم واتفتح ليه؟ عشان بس الدنيا ضلمه زي ما انتم شايفين. بس ايه كويس فتح النور كويس الميه شغاله. يلا بينا يا حبايبي بقى هنشوف النتيجه مع ام ادهم. بص كده فتحت قوي. فواصل ونواصل. يلا الميه بتنزل. يلا نشرب التاني ميه. يلا يا ولاد بصوا يا حبايبي انا كده خلصت. ما خلصش بقى والله لسه الدنيا تضرب تيلي. فكانت التلاجه بتاعتي دي فيه ميه. التلاجه بتاعتي كانت عامله ايه؟ كانت عامله تلج جامد بطريقه جامده يعني. ما كنتش حتى اشيل حاجه. بصوا بقى بس يا حبيبي. فبصوا حاجه فكت شويه يا حبايبي كده. الحاجه دي هنا كده. وايوه هشيل بقى بنت الحاجه بتاعتي دي كانت بليله والله كنت سالقه بليله برضه اهي ماشي اهو. عشان بس ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. دوت ايه خليه كده اهو. الدنيا غرقانه وهي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي عشان كده ما يبقاش طويل هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي طلع عيني والله انا مش قادره اصلا والله. انا مشيت ورا الكنب لقيت رنين موز. شفت الفيديو بتاع زينة رمضان؟ انا لسه منزله من ساعه. كل سنه وانتم هما شافوا ازاي يعني. ايوه صح ده لسه ينزل بكره. شوفوا يا حبايبي طلع عيني والله. وغسلت البوتاجاز وعملت المطبخ ونضفت المطبخ الاول. كان عندي كميه مواعين. ايه المواعين دول؟ يلا يا حبايبي رجع لكم الدنيا تضرب تاني. انت بتعملي يا امي؟ خلصتي؟ ايوه بجيب البطاطس. اخيرا خلصنا. عارفه الساعه كام دلوقتي؟ الساعه دلوقتي بتاع 9 ولا حاجه. يا العش الساعه 7:30 ولا 8. بصوا بقى ما تعيبوش عليا انا ايه. هتقولي انت طباجي يا ام ادهم. مش طباجي يا حبايبي ان احنا كده خلاص هنستغطوا بيهم. فكانوا في الشمس من الصبح البطاطين دي كلها. وبصوا فرشت اللي في الصاله دي هنا كان كل ده هيتغسل وان شاء الله هجيب فرشه جديده. وهنا برضه اهو فرشت هنا اهو يا دودو. تعالى هنا اوريك. خلصت يا خد فطانيه جدا اهو. يلا يا جوه يا ولد اهو. والصاله خلصت. تعالى يا يوسف كده. وكنت بايه طبعا بصوا دي كوارع يا حبايبي. اوعى البخاريه يا يوسف. الكوارع دي بقى بصوا مسكتها اوعى النار. فانا مسكتها كده زي ما انتم شايفين. طبعا هم هيعوزوا ياكلوا والمطبخ نضفته. المطبخ بتاعي بصوا خليته فل اصلا. طبعا بقى مش لازم ان انا اعمل الحمام. شايف في حاجات عايزه اغسلها في مشايات. وفي حاجات يا حبايب قلبي دعوه حلوه كده. ربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحه يا رب. الاوضه دي عملناها برضه. الاوضه دي عملتها بس هي ضلمه هجيب فيها لنضه. مش عارفه كل ما اجيب لنض بتتحرق. وخلاص كده يا حبايبي الحمد لله على كده. الحمد لله. والفريزر بتاعتي سنداون
مسكتها غسلت التلاجة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، غسلت الحاجة اهوت وحطيتها تاني والحمد لله على كده. بصوا هي ريت تلاجتي بس ايه ده نعناع، بصوا بحطه ينشف مع نفسه. قالك بيلعبوا مصارعة ورا. لا انا عاملها انا خدت بصراحة يعني. ماشي، وكل سنة وانتم طيبين. حاضر، كل سنة وانتم طيبين. وزينة رمضان الفيديو اللي نزل بالله لكم. عليكم يا حبايبي ربنا يكبر وعملنا الزينة طبعا. كل سنة وانتم طيبين. كان نفسي اجيب الفرع، فاحنا اللي بينور الفرع عامل 60 وعامل 100 وفيه زي ما انتم طالعين. في فرع تحفة في علبة بلاستيك عامل 150 جنيه يا ماما. راجعه لك تاني يا يوسف اللي هيضرب. حبايبي بالله عليكم الفيديو لازم بصوا لازم تهتموا بالقناه الجديده بتاعتهم. ادم ان القناه القديمه في المراجعه، قناتي القديمه صح؟ قناتي القديمه في المراجعه، عشان كده ما فيهاش مشاهدين. طبعا ما فيهاش مشاهدين ليه يا ام ادم؟ ان هي يا حبايب قلب ام ادم طبعا زي حاجه كده حاجزين عليها، فطبعا هينشروني ازاي؟ اليوتيوب هينشروني ازاي وانا قناتي في المراجعه؟ طبعا قليل قوي لما تلاقوني في اليوتيوب، صح يا يوسف؟ قليل ده اللي يعني قليل قوي لما الاقي فيديو ليا، وكمان ساعات ما بلاقيش كمان. فحتى اللايكات، وحتى لو انت عملت لايكات فهو مش هينشر الفيديو، لان اليوتيوب هو زي بس يا رحيل عليهم كده. راجعه لكم تاني. يلا يا لوزه بقى اسكتي. بصوا يا حبايبي فطبعا القناه الجديده بقى ليه بقى هتجيب ان هي مش في المراجعه، ان هي لسه بتبتدي بشتغل عليه. فربنا يكبر بخاطركم يا حبايبي ويديكم الصحه والعافيه. اهتموا بام ادم شويه عشان اللايك برضو بيرفع، فانتوا ممكن اللايك الفيديو التاني اللي تقول معايا القناه الجديده فممكن تجيب لي مشاهدين كتير. ربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحه يا رب العالمين، ويوسع رزقكم خارج مصر وبره مصر، اهل السعوديه والكويت واهل غزه، بصوا كل البلاد وهولندا والناس الجميله والمغرب وكل البلاد الدوليه، كل البلاد كلها يا حبايبي والمصريين على راسي، وكل اللي بيعلق لام ادم على راسي من فوق. وربنا يبارك لك يا استاذ عبد الوهاب. مش عارفه انت نسيتني ليه؟ كلنا مش عارفين استاذ عبد الوهاب. استاذ عبد الوهاب ده حاجه كبيره جدا من اهل السعوديه، ربنا يكبر بخاطره. برضو محطوط برضو في القناه القديمه، فكان ناس كتير بتخش له، وكانت في ناس. وام سامي ده، ام سامي دي حبيبه قلبي. ام سامي دي حته اللي تفتح قلبي، يفتحوا قلبي كده. هي اصلا القناه دي بتاعت ام سامي يا اولاد والله. ام سامي دي صاحبه القناه، هي في قلبنا وفي قلوبنا وفي عيالنا. وابويا بيسلم عليك يا ام سامي، بس هو قاعد جوه من دوشه العيد دخل جوه. ابويا بيسلم عليك ويقول لك كل سنه وانت طيبه، ربنا يبارك لك في اولادك ويسترك. هيقع بصوا المنظر جميل عامل غريب. ربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحه يا رب العالمين. وبالله عليكم اهتموا بيا شويه. انا عارفه يا سامي انت بصي خيرك على راسي، خيرك على بصي على. ربنا يكبر بخاطرك ويديك الصحه ويبارك لك انت والاستاذ. شوف بيعمل ازاي الاستاذ احمد، وربنا يكبر بخاطركم ويديكم الصحه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا السحور هيبقى يوم ايه؟ يوم الجمعه بالليل. يوم الجمعه يبقى رمضان يوم السبت. بصوا هيقولوا عليه مجنون والله مش طبيعي. بصوا المنظر. يلا يا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.